حبايب تيتا ميمي، هي ايه حكاية بيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد أنور؟ وايه رأي عمرو أديب ورأي المخرجة كاملة أبو ذكري وموقف هلا صدقي؟ حبايبي اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس واعملوا شير ولايك. الحكاية بدأت لما محمد سلام عمل فيديو قبل ما يسافر بيوم واعتذر عن دوره في مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض في السعودية، والفيديو كان حوالي 5 دقايق. وقال فيه: أقول لربنا إيه؟ أنا بقدم مسرحية كوميدية، وأنا مش متخيل إني هروح أعمل المسرحية وأغني وأرقص وإخواتي مفيش حاجة بتحصل لهم، وهو مش هيقدر يسافر. وهو قال إنه كان فاكر إن الموسم هيتلغي أو الموضوع هيهدى وهيروح يعرض لما يهدى. وقال إن أنا لو رحت كأني خذلتهم، واعتذر إنه يشارك في موسم الرياض. وقال برضه في آخر الكلام إنه مش مقصود منه الرياء أو النفاق، والناس كتير دعموه وشكروه وقالوا إن ده موقف إنساني، وناس قالوا كل واحد حر. أما بيومي فؤاد راح عمل المسرحية هو ومي عز الدين ومحمد أنور اللي أخد دور محمد سلام في المسرحية. وطلع بيومي فؤاد على المسرح وقال: إحنا مش جايين نرقص، إحنا جايين نقدم فننا، وإنه شيء عظيم إن الفنان المصري يكون له جمهور في كل الدول. وقال كمان: من حقك إنك تعتذر عن المسرحية، بس مش من حقك إنك تغلط في فنك. وكان قصده طبعا بالكلام ده محمد سلام، وقال وهو متأثر جدا: أنا وكل زملائي بنحترمكم جدا، وهم كمان بيحترمونا جدا وبيحبوا ويتصوروا معانا. وقال: إحنا بنتعب جدا عشان نقدم فننا، وإحنا مش بتوع فلوس. وبعد كده أنهى كلامه بجملة: كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم. وكان متأثر بكلامه جدا. ومحمد سلام طبعا مردش عليه، وناس كتير هاجمته ولموه، وفي اللي سنده ودافع عنه، ومنهم عمرو أديب اللي قال في برنامجه عن الفنانين اللي راحوا موسم الرياض في السعودية إنهم رايحين يشتغلوا عشان هم عندهم مصاريف. وقال إن الدول كلها بتتهدف على إنهم يروحوا موسم الرياض، وإن الموسم ممتد لمدة 4 شهور جاية. وقال: إحنا مش بنقدم حاجة قبيحة، وإن فرقة بليغ حمدي عبارة عن 190 شخص رايحين ومشتركين في الحفل، واللي رايح يشتغل، والناس بتعاملهم هناك أحسن معاملة. وقال إن الموضوع اتحول إلى خناقة مصرية سعودية على السوشيال ميديا، وقال إن مش عايز يروح على عين وعلى الراس، متشكرين ليه. ومن ضمن الناس اللي هدمت بيومي فؤاد المخرجة كاملة أبو ذكري، وقالت: لما تروح تعمل مسرحية في 3 أيام وتروح ترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد الآلافات الدولارات، وأنا لا يشرفني إني أكون زميلة ليك في هذه المحنة. وقالت إن الإحساس والفن نعمة. وبرضه مفيدة شيحة قالت في برنامجها إن ما يصحش إن يتكلم على ابن بلده على مسرح في بلد تانية. أما محمد أنور لما سألوه عن الدور اللي أخده في مسرحية زواج اصطناعي اللي قدموها في افتتاح موسم الرياض بالسعودية، رد وقال إنه مظلوم، ولو أخد مبلغ معين هو هيسد بيه اللي عليه زي قسط أو التزامات مدارس. وقال: ربنا أعلم بالناس، بس الغريب إنه كان عامل فيديو بيعيط فيه على إخوانه وشالوا وحذفوا بعض قبل المسرحية. أما بالنسبة للممثلة هلا صدقي، قالت وهي بتصور عمل ليها كان معاها الممثل باسم، وقالت إنها لم تتوقف عن العمل، إن كلنا زعلانين على اللي بيحصل، بس لن نتوقف عن العمل، وإحنا هنشتغل ونشتغل ونشتغل ونتبرع لإخواتنا. ونصيحتي لكم النهاردة إنكم لازم تعرفوا إن كل واحد ربنا خلقه مخه مريحه. ناس هتقول إنهم ما يصحش يروحوا، وناس هتقول إن ده شغلهم وأكل عيشهم، وفي اللي هيقول: أنا مالي خليني في حالي. وهي دي الدنيا.
حبايبي إن عجبكم الفيديو اشتركوا في قناتي.